السلام عليكم ورحمة الله. متابعي قناة طارق سبورت، رجعنا لكم بعد فترة غياب طويلة. انقطاع كان بسبب قلة الأخبار يعني عن المنتخب السوري. ما كان في شيء حدث أو خبر مميز حتى نطلع نتكلم فيه يعني. لكن بوعدكم أي مستجدات، أخبار جديدة بتخص المنتخب دائما بنتابعه إن شاء الله بإذن الله أول بأول. بس بالبداية يا ريت ما تنسونا من اللايكات لأنه زر اللايك والإعجاب يعني بيوصل الفيديو لأكبر شريحة ممكنة من المشاهدين، وبيسهل عملية البحث على اليوتيوب. آه، الاتحاد السوري لكرة القدم توصل لاتفاق مع مدرب جديد من الجنسية الإسبانية. المدرب هذا اسمه خوزيه أو جوزيه لانا. عمره 49 سنة. سبق أن درب منتخبات إسبانيا للفئات العمرية ال 17 و 19 و 20 سنة تقريبا أو 21 سنة. مؤخرا حصل مع المنتخب الإسباني على بطولة أوروبا. فاز على المنتخب الفرنسي 2-0، وتوج المنتخب الإسباني تحت قيادته بهذه البطولة. طبعا هذا المدرب هو كاسم على الساحة الرياضية غير معروف. ما سبق انه درب منتخبات، سبق انه درب منتخبات الرجال قبل هيك. حتكون تجربة التدريب المنتخب السوري هي التجربة الأولى على صعيد المنتخبات الأولى بالنسبة للمدرب. الاتحاد السوري ربما حب يصلح غلطه أو يبيض صفحته بتعاقد مع مدرب جديد، مدرب طموح يسعى لأنه ينتشر اسمه أكثر بالمنطقة أو أنه يعمل إنجازات قادمة، غير متشبع مع من البطولات أو المسابقات والمنتخبات اللي دربها سابقا. هذا المدرب يعني مبدئيا مدرب يعني حيكون مدرب للمنتخب الاول، ايضا مشرف على المنتخبات السوريه كامله. يعني مدرب هذا يعني فول اوبشن او مالتي سيستم، يعني حيكون مشرف على المنتخب الاولمبي عبر مساعده الاخر الاسباني. ربما هو هذا المدرب الاسباني هو يستلم مدرب المنتخب الاولمبي مباشره، او يكون مشرف بشكل مباشر. لسه الصوره غير واضحه تماما يعني. طبعا هو من شروط الاتحاد السوري انه يكون مقيم اغلب وقته في سوريا لمتابعه اللاعبين عن قرب، يعني اللاعبين المحليين تحديدا. ف يعني مثل ما ان المدرب هذا يعني لديه طموح انه يعمل شيء مثلا مع منتخبات جديده. هو بيلعب مشهور انه بيلعب بطريقه 4-4-3-3. هي طريقه يعني بظاهرها هجوميه، يعني بيعتمد على الهجوم من الاجنحه وطريقه يعني استحواذ على الكره بمنتصف الملعب. يعني لنشوف هل هو لديه الادوات انه يعني يطبق افكاره مع المنتخب السوري. هو هذا جاي المدرب على اساس انه هو مشروع لكرة القدم، فحيتم استبعاد اللاعبين الكبار بالعمر. بده هو يخلي المنتخب انه معدل اعمار اللاعبين يكون تحت ال 28 او 27 سنة. طبعا لدينا الان بطولة الهند الدولية أو بطولة حيدر أباد في بداية الشهر القادم تقريبا ب6/9. راح نلعب فيها مع منتخبات موريشيوس ومنتخب الهند. للأسف إنه بقية الدول الآسيوية راح تتنافس على التصفيات للوصول إلى كأس العالم، بينما نحن سنلعب مباريات بدورة ضعيفة تقريبا. لكن يعني ما باليد حيلة. هذا الشيء يعني كأنه بدنا نبدأ من البداية. فيها غير المباراتين دول، الشهر اللي بعده في دورة تايلاند أيضا فيها مباراتين، وشهر 11 مباراتين ضمن التصفيات ضمن أيام الفيفا.
الأربع مباريات هي القادمة أو الست مباريات مهمة جدا. لازم الفريق السوري يفوز فيها. محاولة التقدم بالتصنيف الدولي، تحسين الفريق، على الأقل إنه ما نتراجع أكثر من المرتبة المخزية اللي نحن نحتلها حاليا 93 أو 94. آه، طبعا هو حيكون بسوريا خلال اليوم أو بكرة، وربما يكون في مؤتمر صحفي لحتى نكون نفهم التفاصيل أكثر يعني بالضبط بالنسبة لهذا المدرب. بالنسبة لأخبار اللاعبين، شفنا بابلو صباغ رجع من بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، تقريبا 5 شهور أو 6 شهور. لعب مع نادي نيانزا ليما بالدوري البيروفي، وسجل هدف في المباراة الثانية، وكان سعيد جدا وزملائه هنأوه واحتفلوا معه. طبعا عودة قوية، يعني نتمنى انه اللاعب هذا يكون يعني مستعد تماما، وجاهز الانضمام للمنتخب السوري وتلبية طموح الجماهير يعني. بالنسبة أيضا لخليل الياس، بعد ما كان بالدوري الأرجنتيني وانتقل لدوري ماليزيا، كنا استغربنا الخطوة هي، لكن تم تصحيح الوضع وعاد مرة أخرى للدوري الأرجنتيني مع فريق من فرق الأربعة أو الخمسة الكبرى بالأرجنتين، وهو حاليا متصدر الدوري. طبعا الفريق اسمه فيلس سارسفيلد، فريق معروف جدا بأمريكا اللاتينية وبالأرجنتين تحديدا. أيضا في أخبار عن داليهو إيراندوست، أيضا عم يلعب بالدوري السويدي وسجل هدف أيضا. بالنسبة للاعب عمر السومة، طبعا إشاعات حوله جدا متضاربة، لكن يعني أكثر الكلام أغلب الظن أنه حيرجع للدوري السعودي لمحاولة الحفاظ على رقمه كهداف للتاريخي الأول للدوري السعودي للمحترفين. الأخبار تقول أنه راجع لنادي التعاون، وحيبين الشيء من خلال اليومين أو 3 الأيام القادمة يعني. كمسيرة دولية بالنسبة لعمر السومة أتوقع انتهت يعني. المنتخب السوري الآن في طور التجديد، يبحث عن دماء شابة جديدة. ما أتوقع أنه لعمر السومة يكون في له مكان يعني حاليا بالمنتخب. هذا كل شيء يعني فينا نحكيه الآن. إن شاء الله بس يصير شيء جديد، مستجدات جديدة، بنطلع بنحكي عنها وبنواكب جميع الأخبار إن شاء الله. وإذا أي حدا إذا في عنده استفسار أو ملاحظات أو شيء، يا ريت حط لنا بالتعليق، وإن شاء الله أنا برد على الجميع إن شاء الله. هذا كل شيء، شفناكم بخير، إن شاء الله بنلتقي بحلقة أخرى. إلى اللقاء، شكرا لكم.